السلام عليكم. كي راكم؟ j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم بنوفل بودكاست من بودكاست تبع ريتس بودكاست. But after everything إذا جيتي لهنا وانتي حاسة روحك فاقدة الشغف عيانة حاسة بلي الوقت راه يفوت وانتي ما حققتي حتى حاجة، خليني نقولك حاجة واحدة وبصدق، ما راكيش ليت، ما تأخرتيش وما فاتك حتى قطار. الفكرة اللي راهي دايرة في بالك بلي فات الوقت غير كذبة زرعوها فينا باش نحسو باللي صاي فاتنا كلش ونحبسو المحاولات. ولكن القطار ما يفوتش، القطار راه يخرج every day، بصح حنا اللي مرات نكونوا واقفين خايفين لا نركبو. فقدان الشغف ما يعنيش النهاية، يعني غير انك عيتي بالك، وكل انسان يعيا ما يحتاج جلد، يحتاج نفس جديد. واذا راكي تحسي باللي مبقاتش فيك طاقة، وحتى الاحلام اللي كنتي حابه تحققيهم ولا تبان لك بعيده، حابه نقول لك باللي مازال كاين الوقت ومازال كاين الامل. هذا البودكاست ما راهوش باش يضغط عليك ولا يقول لك لازم تنجحي درك. هذا البودكاست باش نهضروا فيه بصراحه كيفاش نخليه بسنه 2026 نديروا فيها back to ourselves ونمشيو فيها step by step without rushing, without perfection and without lying to ourselves. إلا راكم لهنا راكم في المكان الصحيح. خلينا نبداو مع بعض ونهضروا بصدق. لازم عليكم تعرفوا واحد الصوالح قبل ما تبداو. لازم عليكم تعرفوا انه رانا نسيو كيفاش نخليو هذه السنه تاع 2026 سنه حقيقيه، سنه نحبسوا فيها نهضروا على الاحلام ونبداو نخدموا عليها بالصح. يعني خلوني نقول لكم عفسه، الا راكم تستناو تكونوا متحمسين باش تبداو عمركم ما راح تبداو، لانه التحفيز ما يجيش قبل الخدمه، التحفيز يجي من بعد ما تشوف روحك راهي تتحرك. اوكي، كاين عفايس راهم يصراو، كاين تطور. 2026 هذه ما تحتاجش نسخه جديده منك، تحتاج نسخه منضبطه منك. ركزوا على الكلام اللي راني نقوله، لانه اكبر كذبه صدقناها هي من العام الجاي نولي انسان اخر، من العام الجاي نتبدل، من العام الجاي ندير وندير. أراك نفس الإنسان من ذا العام للعام الجاي، بنفس المخاوف، بنفس الكسل وبنفس العادات. الفرق الوحيد هو راكم رايحين تسيروا نفسكم ولا تخلوا نفسكم هي اللي تسيركم. باش 2026 تكون سنة تحقيق أهداف، لازم أول حاجة نديروها هي أنكم توقفوا الهروب من واش؟ الهروب من الحقيقة، من أنكم تعرفوا بلي مشكلتكم مش قلة حظ، ما عنديش زهر. مشكلتكم أنكم تبداو وتحبسوا، تتحمسوا أسبوع وتبردوا شهر، تعرفوا وش لازم تديروا بصح ما تديروش. وهذا عادي، نحن بشر يعني في الأخير، بصح العادي هذا هو اللي حسسك سنوات. 2026 لازم تكون سنة الصراحة مع النفس. أوكي، ask yourself بصدق، أوكي وش نحب نحقق؟ علاش ما حققتوش حتى الآن؟ وش الحاجة اللي نقدر نبدلها درك ماشي غدوة؟ ما نحتاجوش 10 أهداف، نحتاجو هدف واحد نخدموله صح. حابين تطوروا نفسكم؟ ابدأوا بالانضباط، ماشي بالروتين المثالي. الانضباط يعني تديروا الحاجة حتى كي ما يكونش مزاج، تكملوا حتى كي ما تشوفوش نتيجة، ترجعوا حتى كي تطيحوا. واحد من أكبر أخطائنا نستناو نتائج كبيرة في وقت قصير ومن بعد نقولوا ما نجحناش. النجاح ما يبانش فجأة، النجاح يتجمع فوق نهار، حاجة صغيرة فوق حاجة صغيرة. 2026 لازم تكون سنة الحاجات الصغيرة، 20 دقيقة خدمة في اليوم، قرار واحد صحيح every day، لا لشيء واحد يضيع لك وقتك. لأنه انتوما ما تحتاجوش ثقة كبيرة، تحتاجوا التزام صغير مستمر. تطوير النفس مش كتب وبودكاست فقط، فهموها. تطوير النفس هو كيفاش تهضري مع روحك، كيفاش تتصرفي كي تغلطي، كيفاش ترجعي بعد الفشل. اوكي، لانه نتوما ما تهدروش على عفسه ما على بالكمش المعنى متاعها بالضبط. يعني ما تقوليش انا باغي نطور نفسي ولكن ما على بالكش اصلا كيفاش نطور نفسنا ولا واش معناها تطوير النفس. يعني كاين راهم مداين نظره غلطه على تطوير النفس. تطوير النفس هو انك تكوني اوفر، وتطوير النفس هو انك تكوني متفتحه فوق اللازم. يعني على باليش كيفاش زعما تكوني كاين اللي راه مدين واحد العفسه غلطه. يعني افهم واش معناها تطوير النفس، ماشي انك تنوض كل صباح وتشوف بودكاست وتقرا كتب. نو نو نو، تطوير النفس
يعني بشكل أبسط هو إنكم تتعلموا كيفاش تهضروا مع روحكم، يعني كيفاش تتصرفوا نهار تغلطوا. يعني درت الغلطة ما تحبسش وتقول صاي، تتعلم كيفاش تتعامل مع غلطاتك، يعني كيفاش ترجعوا بعد ما تفشلوا، كيفاش تعودوا ديروا back to yourself. فهمتوني؟ وخلوني نقول لكم عفسة، الفشل في 2026 ماشي مشكل، اوكي؟ الا فات عليكم 2025 وفشلتوا وعرفتوا بلي راكم في بروبليم وما ناش عارفه، خلونا نتفاهموا بلي 2026 الا صرا لكم فشل ولا خلل في البلان تاعكم ما راهيش بروبليم، اوكي؟ البروبليم هو انك ديري ستوب، يعني توقفي تحبسي. خلي 2026 تكون يير اللي ما راحش نحبسوا فيها، ما راحش نهربوا فيها، ما راحش نكذبوا على روحتينا. be honest with yourself girl، ما تكذبيش على روحك. ما راكيش اوكي قولي I'm not okay، يعني علاش تبقاي تزيدي ولا no I'm okay وصايني مليحه اصلا. ما يهمنيش يهمك اوكي، ولكن بيك وبين نفسك، يعني ما تخليش ناس يعرفوا نقطه ضعفك يعني سي تكوني honest قد وش تقدري مع روحك، يعني تكوني honest مع روحك مع الغاشي ثانيك. هكا هذه العفسه اللي تكسبك ثقه بنفسك، يعني درتها انا درت ديك العفسه يعني ومن بعد يعني تعلمي تتحملي عواقب افعالك، اوكي. and the last thing I wanted to say، إذا ما كان حتى واحد يؤمن بيك، إذا كان no one داير في confiance بلي راكي رايحة تلحقي، حابة نقولك بلي آمني بنفسك بما يكفي باش ما تخذليش yourself. آمني بنفسك بما يكفي لدرجة إنه ما تستحقيش واحد آخر يآمن بيك. يعني فهمي وش راني نهضر؟ لازم تخلي ثقتك بنفسك كبيرة، ما تحتاج إنك يكون كاين شخص آخر يآمن بيك ولا يجي يعطيك advice ويقول لك you know أنا مآمنة بيك بلي راكي رايحة تلحقي، واحد آخر يجي يقول لك بالك حبسي واش كديري ماكش حتلحقي خلاص. يعني امني بنفسك لدرجه انه هذا الكلام ما راحش ياثر فيك سواء كان ايجابي ولا سلبي. 2026 ما راحش تكون سنه سهله، ولكن راح تكون صادقه، وحتى سنه صادقه من كامل السنوات اللي كنا نعيشوها في الوهم. اذا وصلتي لهنا حابه نقول لك راكي قادره، ماشي لانك سبيشال ولا مميزه، بل لانك اذا قررتي وما حبستيش النتيجه حتميه غير. لهنا guys نكون وصلنا لفت الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفيديو، وان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا منها، لانه guys ما رانيش حابه نزيد نضيع وقت اكثر في انه نعيشوا في الوهم وانه نقولوا ماناش رايحين نلحقوا. ني حابه نكونوا يعني ready one day، يعني يجي نهار اللي نكونوا صح فيه ready. كي نقول لكم اسكراكم ready تقولوا لي yes وتكونوا صح ready، ماشي تكذبوا على روحكم. as I said ما تكذبوش على روحكم. be honest with yourself guys and love you all and thank you على الwatching تاعكم. take care guys and see you soon.